الخطأ الثاني من الأخطاء اللي كيديروا الناس في النكاح أنه ملي تيتزوج بالمرأة كي تيتزوج بها مازال عفوا كي تيخطبها مازال ما دارش العقد. كي تيخطبها مازال ما دارش العقد، تيجي تيتقدى لها وتيمشي يسافر معاها ويقعد معاها ويهضر معاها ويضل تيهضر معاها في التليفون ويجي عاوتاني ويدور معاها. كيقول لك اش شنو هي هذيك؟ قال لك راه الخطيب ديالها. لا سيدي، خطيب ديالها ولكنها حرام عليه، لأن الخطبة وعد بالزواج وليست بزواج. ما كتحللش ليه أنه يسافر معها ولا يبدا يدور هو وياها، لا، حتى يعقد عليها. إذن هذا خطأ. من الأخطاء أيضا اللي كيديروا الناس في هذه الخطبة أنه تيجي واحد عندك تيخطب وملي تيجي شي واحد آخر لاباس عليه تتزوجوا وكتخلي هذاك مسكين كتنخلو، وهذا لا يجوز، هذا غدر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب المسلم على خطبة أخيه، على الخطبة ديال خوه. إلا جيتي انت عرفتي السيدة مخطوبة وجاي تخطب فيها انت مخالف للشرع، وباها إلا عطاها لك وما اعتذرش من هذاك وما كذاش مخالف للشرع، لأن عطيتيه الوعد. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا عقد تعقدتي معاه ووعدتيه، وهذا عهد بأنك تزوجوا. فلا ينبغي يجي واحد وتعطيه وانت مازال باقي هذاك داير معاه عاطيه الكلمه. لا، خصك انت ما باقيش يبغي هذاك السيد، وانت هذاك اللي سايق لها الخبر مخطوبه ما خصوش يجي حتى يرجع هذاك.